السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ معاكم مهندس محمد هشام من قناة محمد هشام اركتكت. ان شاء الله النهارده يا شباب، زي ما شرحنا قبل كده في الفيديوهات في اخر فيديوهات يعني احنا نزلناها. كنا جربنا نفس المشروع ده او نفس الغرفة دي. كنا استخدمنا ان احنا لوميون في الريندر بتاعها، وعرفنا ازاي نظبط الماتيريال وازاي نظبط الافكتات في اللوميون. المرة دي احنا هنجرب نستخدم برنامج الفي راي او تحديدا الفي راي 5، بحيث ان احنا نبقى مجربين كل البرامج الريندر اللي موجوده عندنا، ونعمل زي ما نقول مقارنه ما بين البرنامج ده والبرنامج ده. طيب احنا المفروض النهارده هنعمل ايه في الفيديو بتاعنا؟ احنا المفروض عايزين نطلع حاجه زي كده شوت مثلا انتريور، نفس الفكره ده نفس المشروع بتاعنا. عايزين نطلع بنفس الجوده بنفس كل حاجه بنفس الماتيريال بنفس كل حاجه. عايزين نستخدمها هي ما فيهاش حاجة. طيب عشان نبقى متفقين يا شباب، في حاجات هتلاقوني بعمل لها سكيب او بسرعها. دي بتبقى حاجات محفوظة، حاجات اعدادات او ارقام انت بتدخلها، بتبقى محفوظة، بتبقى انت بتحطها بس والبرنامج بيكون عارفها. انما مثلا الحاجات اللي هتحتاج فيها كلام او يحتاج فيها شرح، هتلاقيني انا بشرح لك وبقول لك دي بتاعت ايه بالظبط ودي بتخص ايه. تمام. اول حاجة هنبدأ بيها عندنا، اول حاجه عايزين بس ناخد المكان اللي احنا واقفين فيه ده كده، ناخد هنا سين. اول حاجه نظبطها يا جماعه ولازم نلاحظ يعني نلاحظها ونتاكد منها، هي الاضاءه. مفيش اي صوره بتطلع ريل يا شباب الا لما نكون ظابطين الاضاءه بتاعتها. اهم حاجه عندنا الاضاءه، وتاني حاجه طبعا هي الماتيريال. تمام. فاحنا هنبدا بالاضاءه بتاعتنا، فاحنا عايزين نجيب ريكتانجل لايت. تمام. ونعمل ريكتانجل على قد الفتحة بتاعتنا اللي هي بيخش منها الإضاءة، اللي هي من الشباك عندنا. نعملها بالظبط على قد الفتحة، نعملها بالظبط على قد الفتحة اللي عندنا. طبعا احنا هنعوز نعمل لها فليب الناحية التانية، بحيث ان هي تبقى الإضاءة تبقى داخلة لجوه، وهنحركها لقدام بحيث ان هي تبقى جوه اكتر. طيب عايزين نعمل ريكتانجل فين كمان يا شباب؟ عايزين نعمل ريكتانجل جوه في الأوضة، يعني خلينا نروح للسين بتاعنا جوه اللي احنا واخدينه. تمام. ونتحرك جوه. عايزين ندي هنا، نعمل هنا ريكتانجل يبقى في وش السرير. فهاجي هنا يا شباب كده، وهاخد نسخة تانية من الريكتانجل بتاعي وأعمله في الاتجاه، هعمل له روتيت بس بحيث ان هو يبقى، نيجي كده وناخد سين هنا بحيث ان احنا نبقى شايفين بالظبط الجزء اللي هيبقى فيه الريكتانجل هنا بتاع الريكتانجل لايت. طيب خد السين. كل اللي عليا دلوقتي ان انا همسك الريكتانجل لايت هجيبه هنا. تمام. طيب هدوس اس اللي هو السكيل بتاعي بحيث ان انا اكبره، يبقى عندي واخد الفراغ بتاعي كله. ممكن اعمل كده، اوديه لغاية الحيطة، وكده الريكتانجل عندي بقى واخد الجزئية دي كلها. طيب عايزين بس نتأكد من الارتفاع بتاعه. تمام مظبوط. طب يا شباب قبل ما نظبط الإضاءة بتاعتنا عندنا، عايزين بس نغير حاجات في السيتنج. أول حاجة احنا عايزين نعمل خلينا نخليها لو. البروجريسيف هنخليها دلوقتي مش محتاجينها. طبعا احنا هنعمل ماتيريال اوفر رايد عشان الريندر بتاعنا ما ياخدش وقت كبير. هروح للجلوبال لومينوس، هختار ان انا هعمل بدل نسيت اقول لكم يا شباب، احنا عايزين نعملها على السي بي يو مش الجي بي يو. تمام.
تمام مفيش مشاكل. تمام يا شباب لحظة. احنا دلوقتي خلينا قبل ما نبدأ نروح ناخد السين اللي احنا عايزين نبقى دايما هنعمل تيست عنه او تيست عليه يعني. فخلينا نقول ثانية. تمام هناخد السكشن كده. هو عمل لي سكشن قال لي سكشن تمام. ابتدي احركه لقدام. تمام كده. بعد كده هاجي عند السكشن كليك يمين اعمل الاين فيو بحيث ان انا ابقى شايف الأوضة كلها عندي. ممكن نجيب ده كده شوية واجي يمين شوية كده. تمام كده كويس أوي. هنعمل إن احنا نحفظ السين دي. نخش عندنا في السكشن هنقفل اليوز اوبجكتيف ماتيريال. هنفتح الاوبشن هنلغي الافكت لايت والكريب لايت جيومتري وهندوس على كاميرا ريز اونلي. تمام وهنجرب نعمل ريندر بعد ما ظبطنا الاعدادات. مش طبعا مش اعدادات ريندر، هي الاعدادات بتاعت ان انا الجزء اللي في الاول يعني عشان اعرف اعمل تيست للماتيريال واللايت عندي. تمام. اللي بيسأل على النور الاصفر ده يا شباب، النور الاصفر ده جاي من الليد اللي في الدولاب عندي. ده النور الاصفر. طيب تمام. ده احنا كده خدنا ده المفروض الشوط اللي احنا هنقعد نعمل تيست عليه. طب يا شباب الشوط بس عايزين نعمل تعديل عليه بالظبط حاجة بسيطة. احنا عايزين نعلي الاكسبوجر وهنشوف لما هنعلي الاكسبوجر. كده علينا الاكسبوجر شوية. ممكن نخلي الهايلايت ده الجزء التشبع. عايزين نروح للسيتنج، نروح عند اعدادات الكاميرا. هنعمل حاجة بسيطة
material override عايزين نعمل ان احنا ثانية ندوس عليها كده. عايزين نختار بدل screen RGB هنختار rendering، وهنختار تاني واحدة اللي هي 0 to 255. تمام. هنبتدي نكتب هنا 148 في، برضو هنا 148، برضو هنا 148. تمام يا شباب، هندوس انتر وبعد كده نضغط اكس. تمام. هنروح نجرب برضو نعمل ريندرنج تاني بعد ما ظبطنا حاجة في بخصوص الاوفر رايد كولر. تمام يا شباب. هنروح دلوقتي بخصوص اللايتنج. تمام. فهنروح نمسك اللايت اللي عندنا، خلينا نمسك اللايت ده، ريكتانجل لايت ده. تمام. هنبتدي بقى نظبط له أول حاجة، بدل دي 30 هنخليها 50، وهنخلي طبعا هننزل تحت ثانية، نفتح الأوبشن هنخفيه طبعا، احنا مش عايزينه يظهر معانا، وهنقفل الإفكت ده ثانية، هنقفل الإفكت ده. تمام. احنا كده خلصنا ده، هنعمل بس ان احنا نخليه ميك يونيك بحيث. طيب. هنبتدي في الريكتانجل لايت اللي هو ده اللي هو جوه الأوضة. طبعا احنا هنعوز نقلل القوة بتاعته، فمثلا ممكن نخليه 25. طيب احنا ممكن نروح بعد ما عملنا كده نرجع تاني للسين بتاعنا اللي احنا كنا واخدينه. تمام. ونقول له رندر، عايزين نشوف الإضاءة بتاعتي بعد ما ظبطتها يعني هتبقى شكلها عامل ازاي. تمام. آه إضاءة كويسة. متهيألي احنا هنعوز ندخل بس الريكتانجل ده لجوه أكتر شوية بحيث إن الدنيا عندنا هتظبط أكتر. تمام يا شباب. تمام كده الإضاءة عندي مش هيبقى فيها مشكلة، هي ناقص بس لما أجي أرندر مع الماتيريال والجزء كله. احنا دلوقتي هنخش في مرحلة ضبط الماتيريال اللي موجودة عندي. فهنبدأ نيجي هنا كده عند الماتيريال.
تمام يا شباب، رجعت لكم بعد ما ظبطت الماتيريال بس بتاعة الحوائط والماتيريال في الأوضة كلها. دلوقتي احنا هنعوز نرندر بقى، عايزين نشوف الدنيا أخبارها ايه، هل مظبوطة مش مظبوطة. فاحنا عايزين نروح للسيتنج تاني، تمام، ونبدأ بقى. تمام يا شباب، الريندر خلص زي ما انتم شايفين. آه يعني مثلا في حاجات تمام مظبوطة مش هنحتاج نعدلها، في حاجات عايزة تتعدل. مثال مثلا، يعني هنا ده خليناه بقى جلوسي قوي، فعايزين نقلل بس شوية هو. وفي نفس الوقت الجزء اللي هنا ده برضو، في نفس الوقت الخشب اللي هنا برضو. آه ايه كمان؟ الإضاءة الصفراء هنا، الإضاءة الإميسيف اللي هنا دي هنعوز نقللها شوية بحيث إن هي متبقاش الدنيا صفراء قوي كده. لأن الكتاب اللي هنا واخد تقريبا نفس الإضاءة الإميسيف، فهنعوز برضو نغيره، مش هيبقى كده.
تمام يا شباب، الريندر خلص زي ما انتم شايفين كده. بعد ما ظبطت شويه في زي ما احنا قلنا في الماتيريال اللي هنا بتاعه اليونت بتاعه التي في، وفي نفس الوقت برضو في الخشب اللي موجود في اليونت برضو هنا. والماتيريال دي قللت الجلوسنس بتاعتهم شويه. وضفنا عملنا دوم لايت وحطينا فيها في ملف الهيدرا بتاعنا، بحيث ان الدنيا عندي تبان ريل اكتر بره، وان هي ملف الهيدرا بتاعي بقى بيدخل الاضاءه عندي للاوضه. تمام. وقللت هنا شويه الاضاءه بتاعت الاميسيف بتاعت الماتيريال الاميسيف الاصفر. انا شايف ان الصوره كده تمام قوي ككواليتي وككل حاجه. ناقص بس دلوقتي اخر مرحله، وهي البوست برودكشن للصوره. فاحنا ممكن نخش نعمل لها بوست برودكشن وارجع لكم تاني.
دي تمام. انا شايف ان الكواليتي حلوة أوي يا شباب، والماتيريال برضو الإضاءة مظبوطة، كل حاجة تمام مفيهاش مشاكل. آه هنا مثلا الانعكاس بتاع البرواز ده باين لي هنا، فممكن نبقى نقلله بعد كده. آه تهيألي كل حاجة مظبوطة في الثانية. يعني مثلا لو شفنا الفرق ما بين دي كده، الصورة اللي خارجاني من الفي راي، ممكن ناس تشوفها حلوة، يعني ممكن ناس تشوفها لا كده حلوة مش محتاج ان انا اعمل لها بوست برودكشن. ممكن لما اعمل كده في ناس تشوف لا بالبوست برودكشن بقت احسن. بس اغلبية الصور يعني بتبقى في البوست برودكشن بتبقى احسن، لان انت بتبقى متحكم شوية في الاضاءة في الجو العام بتاع الصورة. تمام. بس كده يا شباب، ده كان الملخص بتاع لو يعني الفيديو بتاع النهارده، ان احنا طبقنا نفس الورشه اللي احنا طبقناها على لوميون، استخدمناها وطبقناها برضو على الفيري، وشفنا بنعمل ايه هنا وبنعمل ايه هنا. لو حد عنده اي سؤال يا شباب يكتب لي في الكومنتات وهرد عليه، او يكلمني على الصفحات الشخصيه بتاعتي على السوشيال ميديا، برد على اي حد. لو عندك اي سؤال كلمني يعني وما تترددش. وإن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية يا شباب الغرفة دي هنطبق لها على برنامج تاني، برامج ريندر تانية زي ما قلنا نسكيب وأنريل انجن. وهنعمل الغرفة دي ورشة ليها كشوب دروينج، ازاي نطلع للغرفة دي الرسومات التنفيذية شوب دروينج اللي بديها للمهندس اللي عندي في الموقع وبينفذها من خلالها. لو انت مهتم تابعني في القناة، ان شاء الله هنزل فيديوهات قريب. ولايك وسبسكرايب للقناة، الكلام ده كله بيفرق معايا جدا يا شباب، وبيدعمني ان انا استمر وانزل محتوى. شكرا جدا ليكم، كان معكم مهندس محمد هشام مصطفى.